بأوامر من جروس حسين لبيب يطرد 5 نجوم من نادي الزمالك، وفي الحقيقة كده الصفقات دي ما كملتش ولو حتى موسم جوه النادي الأبيض. في الحقيقة صفقات كانت من العيار التقيل وجمهور الزمالك كان حاطط عليها أمل كبير، ولكن السويسري بيوصي برحيلهم علشان خاطر ملهمش لازمة في النادي. طب مين اللعيبة اللي ملهاش لازمة وليه هيمشوا من النادي؟ وحسين لبيب ازاي وافق على مطالب جروس بسهولة جدا؟ وازاي اللعيبة دي بقى ممكن تشتكي الزمالك في الفيفا بعد كده؟ تعال نشوف. مبدئيا كده يا سيدي بتبدأ القائمة بمهاب ياسر اللي قدر نادي الزمالك يتعاقد معاه، وهو موهبة جديدة الكل كان بيلقبه بميسي مصر، اللعيب اللي بيقدر ياخد الكرة ويعدي من 1 و2 و3. ولكن في الحقيقة مهاب ما قدرش حتى يعدي خط التغيير وانه ينزل الملعب وفضل ملازم الدكة، وده طبعا لو ما كانش خرج بره القائمة. مهاب ياسر اللي جه نادي الزمالك ما ظهرش خالص، وعشان كده جروس بيوصي برحيله. اما اللاعب التاني يا سيدي اللي في القائمة وهو محمد عاطف اللي تعاقد معاه نادي الزمالك من نادي طنطا، وكانت صفقة مهمة جدا وصفقة لاعب ناشئ هيقدر يضيف لسنين طويلة جدا. ولكن ما عداش سنة واحدة وتلاقي مدرب نادي الزمالك بيوصي برحيل محمد عاطف لان هو مش مفيد بالنسبة للنادي بشكل كبير. اما اللاعب التالت بقى وهو نجل الكبير فاروق جعفر، سيف فاروق جعفر اللي قدر كابتن حسين لبيب يرجعه من نادي بيراميدز تاني بعد ما كان سيف ساب نادي الزمالك وراح نادي بيراميدز. قدر كابتن حسين لبيب يرجعه، ولكن سيف فضل ملازم الدكة، لا جوميز كان مقتنع بيه ولا جروس مقتنع بيه، مع ان سيف فاروق جعفر اول ما طلع كان لاعب كويس جدا وكان بيقدر يسلم ويستلم في مساحات في نص ملعب الخصم. ولكن سيف بقاله فترة بعيدة، وده طبعا بالاضافة للكابتن فاروق جعفر اللي بيطلع كل شوية ينتقد في المدربين، والكل طبعا عارف الانتقاد ده مبني على ايه. اما اللاعب الرابع يا سيدي وهو حازم اسامة اللي مفيش حد يعرف عنه اي معلومة اطلاقا، ولكن جروس عايزه يمشي، فمعنى كده ان اللاعب ده كان من الناشئين وتم تصعيده في الفترة اللي فاتت، ولكن السويسري مش مقتنع بيه وعشان كده وصى برحيله. اما اللاعب الخامس معانا يا سيدي وهو السيدي بقى نضاي، سيدي نضاي اللي قدر نادي الزمالك يتعاقد معاه وهو محترف سنغالي. سيدي نضاي كان جاي وكان فيه طموحات وامال كبيره جدا من اداره الابيض انه يكون محترف تحت السن ويقدر يفيد الفرقه بشكل كبير جدا، ولكن سيدي فضل بعيد خالص ولا زال بعيد لحد ما طلب جروس انه يمشي بشكل كبير. ولكن بقى الازمه فين يا سيدي؟ هقول لك ان الزمالك ما عندوش سيوله ماديه يجدد تعاقدات اللعيبه، فما بالك بقى ببواقي عقود اللعيبه اللي انت عايزها تمشي دلوقتي. تفتكر الزمالك ممكن يجيبهم منين؟ وتفتكر لبيب هيحلها ازاي؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات.